السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي، معاكي رشا الاسيوطي. ولو دي اول مره تشوفيني حابه اقولك نورت القناه، ياريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي وروتيني. يلا بينا كده ندخل على المطبخ ونطلع بقى الكيس اللي احنا اشتريناها. بقى اشترينا خضار اللي هو البسله، واشتريت لحمه، وكان طحال كنت جايباه، والجزر طبعا اللي احنا هنعمله مع البسله يعني وكده. فطبعا يعني هو صدفت موضوع الطحال واللحمه، انا مكنتش اجيبهم مع بعض، بس هما صدفوا ان اجيبهم مع بعض والاتنين سويتهم مع بعض برضو. الهدف يعني النهارده مش هاكل الاتنين مع بعض طبيعي يعني، فالنهارده هاكل لحمه بس. والطحال اللي عملته معاكم اخدت منه كده كام قطعه كده عشان نشوف مع بعض طريقه التسويه بتاعته عامله ازاي. فدخلت بقى على الفاصوليا فصصتها زي ما انتوا شايفين، واديني بعمل ببشر الجزر. انا هنا كنت جايبه معاكم نص كيلو لحمه بلدي، وجبت برضو لحمه مفرومه، بس اللحمه مفرومه انا ما صورتهاش معاكم في الفيديو. فانا هعمل نص كيلو لحمه البلدي. طيب احنا افرادنا يعني 3 افراد، فانت على حسب، يعني ممكن تجيبي كيلو وممكن تجيبي نص تعمليه. وحسب برضو امكانياتك برضو في التقطيع نص كيلو، حابه تقطيعه كبيره وسط صغيره على حسب عدد الافراد اللي معاكي، وعلى حسب انت ظروفك وامكانياتك ازاي. فكل واحد يمشي على حسب امكانياته وحسب ظروفه ايه عامله ازاي. فاحب اقول لكم يعني دي حاجه بتاعتك انت زي ما انت حباها. احنا هنا بقى دخلنا بقى على الجزر زي ما انت شايفه، بدات اقطعه. برضو الخضار يعني حابه تعملي بسله، حابه تعملي عليها باميه، على حسب انت نفسك تحبي تاكلي ايه خضار وتعمليه. بصي زي ما انت شايفه ميه الطحال بتبقى ازاي، لونها بني خالص. طبعا دي عشان اول مره تتغلي اي حاجه. عندك طحال فشه صليبه، الميه بتاعتها بتتغير مرتين. اول مره بتسلقيها عادي من غير ما تحط اي اضافات ولا بصل ولا ملح. تاني مرة بعد ما المية تتغلي طبعا وتبقى غاسلة الحلة زي ما انت شايفاها تبقى نظيفة، وتبقى غاسلة برضو الطحال بتاعك، بتحطي الملح والفلفل طبعا والبصل بتوعتك اللي هي المية هتكمل فيها السوا. وزي ما انت شايف كده الحلة التانية ببدأ احط فيها البصل عشان اعمل معاكم التقلية بتاعت البسلة. فبحمر البصل كده، بعد كده انزل بطماطم، يعني اكون ضربها مثلا في خلاط. انا الطماطم دي مركزة على فكرة، مش حاطة لها اي اضافات ولا مية، ضربها بس كده بدون اي مية. فاول ما تتسبك البصل كده والسمن يطلع كده على الوش، ببدأ احط الشوربة بتاعت اللحمة، وبحط البسلة والجزر، وكنت مقطعة بطاطس مكعبات، وبحط معاهم فص ثوم والملح والفلفل بتاعتك، وخلاص بقى تسيبيها. وكل شوية تبدأي بقى تحركي كده بالمعلقة بحيث ان لو كان البسلة متلزقش معاكي في الحلة. هنا كنت جايبه معاكم زي ما قلت لكم نص كيلو لحمه، فقطعته على حسب انا ما حابه ايه اقطعه، يعني على حسب رغبتك انتي حابه تقطعي على كام قطعه. ودي الحله التانية بقى حطيت فيها البصل والفلفل، وتسيبيهم بقى لحد ما اللحمه بقى تستوي. تعالي بص كده، دي الرز زي ما انت شايفه، ودي البسله، ودي اللحمه، ودي الطحال. احنا مشغلين 4 عيون على البوتاجاز عشان خاطر ننجز ونخلص بسرعه، مياخدش معانا وقت. تعالوا هنا بقى مع بعض. انا كنت هنا بجيب معاكم قطع اللحمه اللي انا سلقتها بعد ما دخلت فيها السوا، رحت قلت يعني احطها في البسله تاخد كده غلوتين مع البسله وتاخد من طعم البسله، ما حبيتش احمرها في السمنه يعني. تعالوا هنا مع بعض بقى نعمل الطحال بعد ما استوى واوريكم يتقشر ازاي. هو كان سخن مولع، في طبقه كده خارجيه كده بتبقى خفيفه في الطحال، بتشيليها، بعد ما تشيليها بتقطعيها. هو كان هنا سخن مولع فكنتش عارفه اتملكه خالص يعني، بس حاولت على قد ما اقدر يعني اشيل منه الجزء اللي انا هبدا اقطعه. وزي ما انت شايفه بعد ما اقشره كده واقطعه، وهنا كان مستوي معايا. وكان معايا بقدونس كده، يعني شويه بقدونس كده خضر كده مع توم وكزبره، ورحت متشوحاهم في شويه السمنه دول. حابه اقول لك لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك ولايك في القناه عشان نشوف بعض تاني باذن الله. مع السلامه.